في معتقد خاطئ عن زيادة كمية الأكسجين الداخلة للجسم إن أنت هتبدأ تزود كمية الهواء وتسرع في عملية التنفس بتاعتك، وده طبعا خطأ. أنت لما بتعمل كده هتكون زودت نسبة الهواء اللي داخلة لجسمك مش نسبة الأكسجين. حتى أنت لو جربت تتنفس بسرعة كبيرة وتدخل كمية هواء أكبر للرئتين هتحس بدوخة. وهنا بننتقل للمفهوم التاني الخاطئ إن الأكسجين مفيد وثاني أكسيد الكربون مضر. لو جينا بصينا للهواء اللي بنتنفسه هنلاقي ان فيه 160 يونت من الاكسجين ونسبة قليلة جدا من ثاني اكسيد الكربون بتمثل 3% بس. وده ياخدنا لمصطلح اسمه بور افكت، وده بيعني ان كريات الدم الحمراء ما بتقدرش ان هي تطلق كمية الاكسجين الموجودة فيها لو ما كانش فيه في الجسم كمية كافية من ثاني اكسيد الكربون. وهنا الموضوع بيتحول لنسبة وتناسب. هنا بالتالي انت لما بتدخل كمية هواء اكبر للرئتين بيكون في كمية اكسجين اكبر في خلايا الدم ونسبة قليلة من ثاني اكسيد الكربون، فالدم ما بيقدرش ان هو يخرج الاكسجين الموجود فيه للجسم عشان فيه نقص في ثاني اكسيد الكربون. فكده انت وجدت الاكسجين في الدم بس ما وصلتوش للخلايا عشان فيه نقص في ثاني اكسيد الكربون، فانت ما استفدتش بيه. وبالتالي لما الخلايا ما يوصلهاش اكسجين ده هيحفز جسمك ان هو يبدا يدخل كميات هواء اكبر عشان تقدر تدخل اكسجين للخلايا، فبالتالي انت هتفضل تدخل هواء لجسمك بنسبه كبيره ومفيش نسبه ثاني اكسيد الكربون كافيه عشان الاكسجين ده يمتص، وهتفضل في نفس الحلقه دي بتلف حوالين نفسك والخلايا ما بيوصلهاش برضو اكسجين. وهنا في نقطة مهمة جدا، بدل ثاني أكسيد الكربون يمثل 3% بس، احنا بنجيبه منين عشان نقدر إن احنا نستفيد بالأكسجين الموجود في الهواء؟ أحب أقول لك يا صديقي إن الخلايا لما بتستقبل الأكسجين بتبدأ تحرق بعض العناصر وتحوله ل CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون. فهنا الجسم بيعمل بمثابة آلة بتنتج ثاني أكسيد الكربون. هتقولي طالما الجسم بينتجه إزاي لما تنفس كمية هواء أكبر مش هيدخل لي كمية أكسجين أكبر؟ هقول لك يا صديقي، أنت بتاخد شهيق وزفير بسرعة كبيرة، الجسم ما بيلحقش إن هو يكون ثاني أكسيد الكربون الكافي للاستفادة من كل الأكسجين اللي دخل، لأن النسبة بينهم بتكون متفاوتة جدا. وعلى عكسنا طبعا النباتات بتاخد ثاني اكسيد الكربون وبتحوله لاكسجين. وكمان ثاني اكسيد الكربون لما بينخفض في الجسم بيسبب انخفاض في حمض الكربونيك، وده في حد ذاته بيسبب ارتفاع في قلوية الدم. طيب لما قلوية الدم ترتفع ايه اللي هيحصل يعني؟ احب اقول لك يا صديقي ان قلوية الدم لما ترتفع الجسم مش هيقدر ان هو يتخلص من الكالسيوم الموجود في الخلايا. وممكن انت تحس بالعرض ده لو انت بتنفخ بالون، هتحس ان في وميض بيجي في عينك او بتحس بفلاش او زغلله، وممكن تحس بنغزات كمان، وده بيحصل بسبب تغير حموضه الدم. يبقى كده احنا عرفنا مش كل ما ندخل هواء اكبر للرئتين كميه الاكسجين في جسمنا هتزيد. وهنا ننتقل لنقطه مهمه جدا في الفيديو، وهي الطريقه الصحيحه للتنفس. في الطبيعي بيستهلك الانسان البالغ حوالي 500 لتر من الهواء في الساعه الواحده، واول طريقه عشان نرفع مستويات الاكسجين اللي بتوصل للخلايا ان احنا نتنفس بهدوء، وان احنا نخلي الشهيق من الحجاب الحاجز والبطن مش من الصدر العلوي، وان الشهيق بتاعي يتراوح ما بين 5 ثواني والزفير يتراوح ما بين 5 ثواني. وتاني نقطة مهمة جدا ان احنا نتنفس من الانف مش من الفم، ودي ليها 3 فوائد مهمة جدا. ان الانف بيعمل بمثابة مرشح مناعي قوي جدا بيحميك من امراض كتير جدا ممكن تدخل عن طريق جهازك التنفسي. وكمان لما بتتنفس من الانف بيحد من كمية الهواء اللي داخل للرئتين وبيقلل من سرعة الهواء الداخل ليها. وبكده اكون قلت لك الطريقة الصحيحة للتنفس وصححت بعض المفاهيم الخاطئة عند الناس عن الاكسجين. لو انت لسه بتتفرج عليها لحد دلوقتي وما عملتش لايك، اتمنى ان انت تنزل تعمل لايك دلوقتي وتعمل لي سبسكرايب عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة من القناة، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله.